كان رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح قد أدلى بالتصريح التالي. هذه الاحتجاجات تأتي في سياق توترات تشهدها مخيمات تندوف في الأشهر الأخيرة. توجت بالحراك الاحتجاجي ضد نهب المساعدات الإنسانية، حيث احتجزت شاحنة صهريجية تعود لأحد القيادات المقربين من الزعيم الانفصاليين. على إثرها تم الاعتداء، تم اختطاف الضحية سالم والملعنين ولد السويد. تم الاعتداء عليه بشكل همجي إلى جانب شقيقته وزوجته. حاليا أسرة الضحية سالم ولد السويد تخوض اعتصام مفتوح منذ حوالي شهر. اليوم منذ البارحة يتم تفكيك هذا الاعتصام بشكل همجي. أكثر من 12 مختطف اقتيدوا لوجهة مجهولة. تم التعرف في الأخير على أنها سجن الذهبية سيء الصيت. أطلق سراح معظمهم فيما تم التحفظ على بعضهم. طبعا هذه الأحداث تؤشر على أزمة المشروعية التي تعيشها الجبهة الانفصالية في ظل الشغور في زعامة الانفصاليين، وفي ظل التفكك التنظيمي والترهل الأمني والانقسام الداخلي، مع طبعا تأثرا بسياقات مرتبطة بالنكسات والهزائم التي تلقاها المشروع الانفصالي في الفترة الأخيرة، والمكاسب التي تحققها الوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب سياقات أيضا دولية مرتبطة بتراجع المساعدات الإنسانية، فضلا عن التقارير الكثيرة التي تتحدث عن نهب هذه المساعدات وارتباطها بملفات أمنية من قبيل الإمداد الخاص بالجماعات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل، كونها الزبون الأبرز لتلك المساعدات المنهوبة، في تقاطع أيضا مع انتشار ظاهرة عصابات جريمة المنظمة التي باتت تأخذ طابعا قبليا، وفي تقاطع للمصالح أيضا مع قيادات بوليسار التي تنتفع وتتربح من نهب وتهريب تلك المساعدات.